ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ايه رأيكم في العظمة دي بقى؟ يلا بينا نعملها مع بعض. يلا قبل ما نبدأ انا رانيا لو لسه ما تعرفونيش، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولايك وشير عشان نوصل لكل الناس. زي ما انتوا شايفين كده احنا جبنا طبق فيه فلفل رومي وفلفل الوان، 5 فصوص توم، طماطمية صغيرة، وضربناهم جامد جدا في الكبة عشان نعمل احلى تتبيلة سمك هتعمليها في حياتك. هنحط عليهم معلقة صغيرة بابريكا، بس معلقة تكون مليانة يعني، ومعلقة كبيرة بهارات سمك. ما عندكيش بهارات سمك حطي بهارات عادية لو ان هي موجودة يعني عند العطارين. هنحط كمان عليهم كمون، كمون اساسي طبعا في السمك. الخلطة دي حلوة بشكل رهيب، مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي. هنعمل منها هندخلها النهاردة في 4 حاجات كده. هنحط كمان معلقتين ملح صغيرين وهنقلبها كويس جدا. قولولي بقى بتتابعوني من انهي بلد، واللي جرب وصفة الجليسرين يقولي عليها. هناخد منها معلقتين كبار، احنا عايزين ناخد منها كمية حلوة لأنها هنستخدمها في كذا حاجة. وهنا هنحط عليها عصير 3 ليمونات وهنقلبها كويس جدا. في المرحلة دي أنا غاسلة السمك كويس قوي وحطاه يتصفى بقالي شوية، يعني بقالي حوالي ساعة حطاه يتصفى عشان مبقاش فيه مية خالص. وفتحته كده زي ما انتوا شايفين لأن السمكة كبيرة، فتحتها كده علشان التتبيلة تخش فيها كلها. وهنتبلها بقى كويس جدا بالتتبيلة اللي احنا حاطين عليها الليمون، وهندخل في كل الفتحات اللي احنا عاملينها علشان السمكة تتشرب حلو قوي. مهمة قوي الخطوة دي. شايفين انا بدخلها كويس قوي في قلب الفتحات بتاعتها علشان انا عايزاها تتشرب كلها، عايزة اللحم من جوه نفسه يبقى طعمه حلو، مش يبقى التتبيلة من بره بس ومن جوه اللحم مش شارب منها يعني. في الغالب بقى لقيت ما بدهاش بقى فاستخدمت ايدي، وطبعا هي هتوصل لي احسن واعرف اتبلها كويس جدا. هنخلص الكمية بتاعتنا، انا هنا مش عاملة كتير، انا عاملة 5 سمكات على قدنا. وهنتبلها كويس قوي وهنركنها على جنب حوالي كده نص ساعة. حلوة قوي فترة نص ساعة ساعة دي، بتفرق جدا ان انتي تتبليها وتقومي قليها على طول. لما بتسيبيها بتشرب فعلا من التتبيلة وبتحسي ان السمك طعمه مختلف. مش مجرد ما تعملي كده وتقلي في ساعتها، لا، مش هيديك الطعم اللي انتي هتستفادي بيه او يبقى طعمه حلو قوي او نفس النتيجة اذا كان مش متبل ومنقوع في التتبيلة شوية حلوين. انا هنا هخلصها كلها، والتتبيلة دي بجد بجد حلوة جدا. ممكن تعملي منها يعني كتير وتحطيها في علبة في الفريزر، تبقى عندك تتبيلة حلوة برضو رمضان كده، يبقى عندك كمية بدل ما تعملي كل مرة حبة. لا، اعملي مرة واحدة كتير وحطيهم في اكياس كده على قد الايه الأكلة بتاعتك. تحفة بصراحة. هنجيب بقى هنا كمان في الصينية اللي هنبدر بيها السمك، هنحط فيها حوالي كوباية دقيق. كوباية دقيق كفاية قوي للكمية دي، هي هيبقى منها كمان يعني ممكن تحطي كوباية الا ربع. ونحط عليهم معلقتين نشا عشان يديكي بقى القرمشة، وتبقى فاتحة وجميلة كده. النشا بيفرق جدا برضو. هنقلبهم كويس جدا وبعد كده نبدأ نتبل السمك زي ما هوريكم. ننزل بقى بسمكة سمكة كده نتبلها كويس قوي بالدقيق، وبعدين ننفضه كويس جدا منها. شايفين انا بنفضه كويس قوي، وبعدين احطه في صينيه وما نحطش السمك فوق بعضه عشان ما ينزلش ميه على بعضه. يعني نخلي دايما الحاجه اللي هنحط فيها السمك مفروده، نحط السمك جنب بعضه مش فوق بعضه. في المرحله دي بقى انا حاطه الزيت على النار، خلاص انا كده هبدا اقلي على طول. اهو هنزل على طول في زيت سخن، هحط فيه السمك على قد ايه الطاسه بتاعتي او القلايه بتاعتي. الليمون اللي انا عصرته انا ما رميتوش، يعني انا خدت القشر بتاعه هحطه زي ما انتم شايفين كده في الطاسه. ده هيخلي ما يبقاش فيه ريحه زفاره في الشقه. الحركه دي حلوه قوي، اعمليها على طول. ولما الليمونه تتحمر ارميها وحطي واحده تانية من اللي انت اساسا عصراها. هعمل بقى الرز كمان. حطيت حله على النار فيها زيت، حوالي 3 4 معالق زيت، وهحمر بصل. البصل ده متقطع كبير شويه، وهسيبه يتحمر شويه كده على النار.
وأجهّز عندي الحاجة اللي هاطلّع فيها السمك، لازم مصفى علشان ينزّل كل الزيت اللي فيه. مصفى أسلم كتير، أنا باحب المصفى أسلم كتير جدًا من المناديل بتاعة المطبخ. وحطّيها زي ما أنا حاطاها كده واقفة شوية، علشان الزيت بينزل كده من عند الراس، فأي زيت زيادة هينزل من عند الراس بالشكل ده. أول ما تحطّي السمكة تحطّيها على نار متوسطة شوية علشان يستوي كويس أوي، وبعدين تبقي تعلّي النار، لإن أنتِ لو حطّيتيه على نار خفيفة هيتهري منِّك، ولو حطيتيه على نار عالية أوي هيستوي من برّه أو هيتحمّر من برّه ومش هيستوي من جوّه، فأنتِ خلّيها متوسطة وبعدين علّي النار. أنا شِلت أهو الليمونة وحطيت واحدة تانية، خلاص بقى هنا البصلة اتحمّرت زي ما أنتم شايفين. هاجيب إيه، أنتم عارفين بقى التتبيلة الخطيرة بتاعتنا بنستخدمها في كذا حاجة، هناخد منها معلقتين كده حلوين، ومش قادرة أقول لكم بمجرد ما بتحطوها على البصل ده الريحة بتبقى عاملة إزاي، الدنيا بتتقلب، الريحة تحفة، تحفة، تحفة. بس حطيها قبل ما البصل يتحمر على طول، لأن هي مش هتستحمل التوم والحاجات مطحونة، فمش هتتحمل عشان ما تتحمرش زيادة. ونزلت بقى عليها هنا المية وهسيبها تغلي خالص براحتها. حطيت كمان معلقتين ملح صغيرين، وهاروح بقى أعمل السلطة بتاعتنا الجميلة. بُصّوا أنا ما كانش عندي خضار كتير النهارده، فقُلت مش مهم، إيه يعني خدت طماطميتين حلوين كده وقطّعتهم مربعات صغيرة زي ما أنتم شايفين. ممكن تقطّعي معاهم بصل لو بتحبي البصل، ممكن تقطّعي معاهم فلفل ألوان لو أنتِ عايزة. أنا اللي كان متاح عندي الطماطم، وكان عندي فلفلتين حراقين كده قطّعتهم عليها، وبعد كده هاقول لكم هنعمل إيه. لو وصلتوا لحد هنا بقى لايك وشير عشان الفيديوهات توصل أكبر عدد. خلاص هناخد كمان من التتبيلة معلقة كمان، شُفتوا التتبيلة بتاعتنا هنعمل منها كذا حاجة. التتبيلة دي حلوة جدًا كمان للمخللات، يعني ممكن تاخديها وتعملي زي ما أنا عملت كده، معلقة خل كمان، هنزوّد عليها شوية ملح وشوية مَيّة ونقلّبها. ومش قادرة أقول لكم الطماطم ديّة والسلطة دي طعمها عامل إزاي، رهيب، رهيب، رهيب. نفس التتبيلة ممكن تحطيها تكمّلي عليها كده وتكتّريها وتحطيها للبتنجان المخلل. يعني التتبيلة دي لو عملتيها وشِلتِ منها علبة كده حلوة في الفريزر هتبقى حلوة جدًا. ركنتها بقى على جنب وجيت هنا خلاص هننزّل بقى بالرز، طبعًا طرطش وبهدلني. فهنحط بقى كده الرز ونكمّل المَيّة، لإن أنا ما كنتش حاطة مَيّة كتير، أنا بس عايزة البصل يدوب وياخد اللون بتاعه. كمّلت هنا المَيّة وهاقلّبها وهاسيب بقى الرز يتشرّب، وبعد ما يغلي ويتشرّب شوية هاوطّي عليه لحد ما يستوي. خلاص كده السمك آخر حاجة، هاطلّع دول وبعدين أحط آخر سمكة زي ما اتفقنا. أنا باحطها هناك تتصفى زي ما أنا قُلت لكم بالطريقة ديّة، واللي بيتصفى بانقله في السرفيس بتاع التقديم. هاحط بقى آخر سمكة ونروح بقى نشوف النهاية. خلاص كده، آدي كده خلاص السمك كله اتعمل. هناخد بقى آخر معلقة من التتبيلة ونحط عليها شوية خل صغيرين، ونبدأ نحطه كده على السمك زي ما انتوا شايفين. يا نهار أبيض بتخلي السمك طعمه خرافة، مش ممكن حد يدوق السمك عندك وما يقولكيش انتي عاملاه ازاي. حلو جدا جدا على فكرة، هتنفعك قوي في عزومات رمضان وفي الفطار، لو عايز تعملي سمك كده طعمه حلو وما تجيبش من بره، لان طبعا الفترة قبل كده كنا بنجيب سمك من برّه بنقول نوفّر الآلية والحاجات دي، لكن دلوقتي لازم نعمل كل حاجة في البيت علشان أنتم عارفين الزيت بقى والأسعار عاملة إزاي. شكله تحفة، طعمه رهيب، ريحته هتقلب البيت. شايفين الجمال؟ آدي بقى الرز القمر بتاعنا حلو أوي، والسمكة طعمها بجد، بجد حلو جدًا، جدًا. كل اللحم اللي فيها شارب من التتبيلة بشكل رهيب، الجلد بتاعها هتاكليه كده آآ وأنتِ مستمتعة. أنا بصراحة ما كنتش باكل الجلد أوي، بس لمّا اتحط عليه الخلطة ديّة روعة، بجد روعة، تحفة بجد. والّا بقى الفلفل اللي في السلطة، حكاية، لازم تجربوه، بجد والله هي فعلًا وصفة حلوة أوي، لازم تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات إيه رأيكم فيها، واللي يجربها يقول لي عملها وعجبت الولاد والّا لأ. شايفين الطعامة؟ روعة، كل قطعة فيها طعمها جميل. شاربة التتبيلة بشكل لا تتخيلوه.
بألف هنا وشفا. يا رب يكون الحلقة حلوة، أشوفكم على خير.